مجرد ما ايدك تروح على ماسوره التكييف هتتلسع بالمعنى الحرفي. احنا حرانين جدا والجو صعب وماسوره التكييف بارده لابعد الحدود، فوالله ايدك تحس انها اتلسعت فعلا. طيب لما تبص على تكييف العربيه دي هتلاقي ان السربنتينه الخارجيه ساندن، ودي من افضل شركات صناعه التكييفات على مستوى العالم. الخراطيم والمواسير بريدجستون ياباني، ميد ان جابان فعلا. مش الكمبرسور كالسونيك ياباني. ومع ذلك وطبعا ورغم ان الماسوره كمان متلجه، ومع ذلك لما تدخل بقى جوه العربيه عشان تقيس الحراره او تشوف اداء التكييف، ورغم ان انا ظابط الاعدادات على اقصى بروده، الا ان اداء التكييف سيء جدا. عاوز اقول لك في بدايه التشغيل كان درجه حراره مطلع 24، وبعد دقيقتين ثلاثه كده وصلت الحراره ل 17 بالعافيه. طبعا ده اداء زي الزفت. طيب ايه اللي وصل الوضع كده؟ علشان نعرف لازم نجيب الكاميرا الاندوسكوب دي ندخل بيها جوه العربيه دي. مكان السربنتينه فيها ضيق ومزعج لابعد الحدود. يعني في عربيه الوصول لا سهل، لكن هنا الوصول مستحيل. لما بصيت جوه داخل السربنتينه الداخليه فيها مشكلتين. اول حاجه متطرمه، لان انا للاسف كنت نظفتها في مكان كده فطرموها. الحاجه الثانيه مليانه ورق شجر، يعني لا نظفوا ولا نيلوا، طرموا الاسنان بتاعه السربنتينه، وفي نفس الوقت ورق الشجر زي ما انت شايف موجود في كل حته، والدنيا زباله وزي الزفت. فعلشان كده ده جزاتي عشان كسلت، كان لازم انظفها انا بنفسي. وعلشان تفهم تاثير السربنتينه الداخليه على التبريد، يعني يكفي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، وخلينا اشرح لك كده ببساطه. لو افترضنا ان دي السربنتينه الداخليه للتكييف، طبعا زي ما انت شايف كده مليانه ايه الشرايح، ادي بتاع التكييف اهوت. هنفترض ان نص السربنتينه شغال ونصها مسدود. النص ده مسدود والنص التاني شغال. تمام. ده معناه ان هي بتأدي تقريبا بنسبه 50% من ايه؟ 50% من كفاءتها. خلاص، نص بس اللي شغال، لا اكتر ولا اقل. طيب ده هيأثر لنا على ايه؟ هيأثر على حاجتين: البروده ودفع الهواء. طيب البروده وده منطقي. دفع الهواء ايه علاقته؟ ببساطه شديده المروحه الداخليه بتسحب هواء من خلال السربنتينه الداخليه. طيب لما يكون نص السربنتينه الداخليه مش شغال، هتبقى المروحه مكتومه مش عارفه تسحب هواء لان السربنتينه مسدوده. طيب ركز كده في سربنتينه العربيه، هتلاقي ان نصها اللي ناحيه بره ده سالك، لكن اللي جوه زي ما انت شايف مسدود تماما. الجزء الداخلي مش شغال اصلا، عشان كده اثر على البروده واثر كمان على دفع الهواء. علشان ننضفه لازم نجيب خرطوم يطلع ميه بشكل جانبي، لان زي ما قلت لك المكان مزنوق جدا جدا. وطبعا دي سبيشال تول احنا عاملينها مخصوص للعربيه. خليني اوريك بقى عملتها ازاي. هنجيب افيز قوي وتجيب خرطوم طري زي ما انت شايف كده، التتنيه التانيه البسيطه اللي انت شايفها دي، وهتجيب الافيز وتقفل عليها ايه كويس جدا. الموضوع سهل يعني مش مستحيل، بالبساطه اللي انا بوريها لك دي. خلاص، وبزراديه هتيجي قاطع الحته الزياده. طبعا احنا مش عاوزين زيادات كبيره لان اصلا المكان ضيق، فبنقطع الزيادات ايه منه. ونجيب بقى سكينه حاميه كده سخنه، وتمشي مع الخط الابيض للخرطوم علشان تبقى الفتحات اللي انت عاملها بالسكينه اولا سليت، فتحات سليت يعني فتحات شقيه طوليه. خدت بالك؟ علشان عاوزين تنظف السربنتينه زي ما هوريك دلوقتي. تمشي مع الخرطوم الخط الابيض كده بحيث تبقى كلها على استقامه واحده، وتفتح كذا فتحه. طيب ايه بقى الادوات اللي انا استخدمتها؟ الحاجات دي انا اللي محتاجها مش انت، انا بس عشان اوريك. اول حاجه الكاميرا الاندوسكوب دي، خلاص. وطبعا بنحتاج انها تكون بتتشكل علشان اقدر يعني اتحكم فيها وادخلها يمين وشمال واقدر ادخل بيها السربنتين. طبعا ده جهاز قياس حراره خارجيه. ليه ما جبتش جهاز قياس داخلي؟ ده ان جهاز القياس الداخلي بيجيب درجات حراره منخفضه، ومش ده اللي بيحصل. انت بيهمك الحراره اللي طالعه ناحيه وشك، فانا شايف ان ده ادق. وطبعا ده جهاز قياس شده صوت. المفروض ان انا كنت اجيب الجهاز اللي هو بيقيس سرعه الهواء، بس مش عندي، فهنستخدم جهاز قياس شده الصوت بدل منه. كده كده المروحه لما دفعها الهواء بيكون يعني زياده، صوتها بيعلى وده طبيعي. الحاجه الثانيه هنجيب الفرشه دي. عاوز اقول لك ان ده الاريال بتاع العربيه اللي هو الانتنه، موصله بفرشه قديمه علشان ننظف اوراق الشجر. عاوز اقول لك بقى ان هو الراجل بتاع التكييف اللي بينظف ولا بيعمل اي حاجه من دي ولا بيتعب نفسه اصلا. اي حاجه، اي حنكشه في اي منكشه كده، واي حاجه في اي حاجه وخلاص، وياخد ال 200 300 جنيه ويقول لك يلا مع السلامه. بنطلع اول حاجه فلتر التكييف، طبعا مليان تراب، وبنجيب مشمع بقى نحطه في ارضيه العربيه علشان الميه ما تبوظش الارضيه. احنا دلوقتي هنبتدي بقى في عمليه التنظيف. الفلتر طبعا زي ما انت شايف مليان تراب، وده احد الاسباب اللي بتخلي السربنتينه تتسد، ان عدم نظافه الفلتر وعدم تغييره بانتظام. طبعا هو من جوه نظيف، لكن طبعا من بره حالته صعبه. لكن بشكل عام احرص على فلتر التكييف تستخدمه يعني يكون نظيف باستمرار. بندخل الفرشه نسحب بقى اوراق الشجر. خلاص، بتنظف مرحله اوراق الشجر، تدخل بقى لمرحله الميه. بتجيب طبعا الجزء اللي هو احنا فاتحينه بالسكينه تخليه ناحيه السربنتينه، لان السربنتينه دي ملهاش حل غير انها تنضف بالشكل ده. وضغط ميه شديد جدا بقى توصل يا معلم الخرطوم بتاعك، وضغط ميه شديد جدا، وتبتدي بعد كده تتحرك فوق وتحت، تدخل كده بالميه اهوت. طبعا هتلاقي بعض الميه بتخرج، وده فايده المشمع بشكل عام. فوق وتحت فوق وتحت لحد ما تنظف الشرايح بتاعه السربنتينه كويس جدا. وكده كده الميه بتطلع من الجزء اللي هو السليت او الفتحات الطوليه اللي احنا عاملينها في الخرطوم بالسكينه، بتدخل بقى في السربنتينه، بتنظفها كويس جدا جدا. بص كده الميه دي اول تنظيفه.
طبعا احنا نضفنا بالفرشه كمان. عاوز اقول لك دي بقى اللي هي من الشرايح. بص كده الميه معكره ازاي. انا هبتدي احرك لك بس بايدي كده عشان تشوف الايه. دول حوالي 10 12 لتر ميه، فعاوز اقول لك ان التراب اللي فيهم كتير جدا، بس عشان كميه الميه كبيره مش مبينه. عاوز اقول لك ان دي لو ميه قليله كانت بقت طين حرفيا. فورق طبعا شجر صغير، وعندك الميه حالتها صعبه. دي بعد تاني مرحله تنظيف خلاص. فانا شفت كده ان دول كفايه خلاص، الدنيا بقت كويسه. ممكن تعمل ثالثه او رابعه براحتك، انت معاك الوقت. هنبتدي بقى نجرب، وها هي لحظه الحقيقه. اول ما ابتدينا برضو درجه الحراره 24 23 عماله تنزل اهوت. بعد دقيقتين بالظبط بقت كام؟ 9 درجات. فطبعا تغير كبير جدا. ليه؟ لان السربنتينه بقت شغاله بكامل طاقتها، فطبعا درجه الحراره انخفضت بشكل كبير. طبعا بقى لو تجيب جهاز داخلي هيجيبها لك بقى صفر واثنين وحاجات زي اللي انت بتشوفها عند بتوع التكييف. طيب دفع الهواء دفع المروحه الهواء كمان اتغير جدا. يعني عاوز اقول لك مثلا ده قبل التنظيف كان ده صوت المروحه 66 67، لكن بعد التنظيف طبعا خلينا بقى نشوف ايه اللي هيتغير. بعد التنظيف زي ما انت شايف وصلت 71 72 70. فطبعا كمان صوت المروحه بقى اعلى لان دفع الهواء بقى اشد، فاثر كمان بشكل كبير جدا على شده الصوت. لو عندنا كمان الجهاز اللي هو بيقيس سرعه الهواء كان هيبين ده بشكل قوي جدا، لكن جهاز قياس شده الصوت زي ما انت شايف مديك مؤشر كده ان فعلا دفع الهواء زاد. من الحاجات اللي بتخليك تفكر في السربنتينه الداخليه كمتهم ان مواسير التكييف بتكون بارده وفي نفس الوقت تبريد ضعيف جدا. فده معناه ان الكمبرسور قام بدوره، ولكن طبعا السربنتينه مش عارفه تقوم بعمليه التبادل الحراري بشكل كويس ومع الهواء يعني من خلال المروحه الداخليه، فبالتالي البروده مش عارفه تنتقل من المواسير التكييف للسربنتينه ليك انت، فبالتالي هي المتهمه. فحاول تعمل طبعا ده كل صيف، او في بدايه كل صيف هيكون مفيد جدا، او كل فتره هيكون كويس جدا انك تعمل ده. وما تغلطش غلطتي وتروح لبتوع التكييف، لان هم فعلا لا بينظفوا ولا بيعملوا، بيغرق الدنيا ميه وبيطرم الاسنان الداخليه، لان هو بيستخدموا فرش يعني صلبه شويه، وفي نفس الوقت لا بينظف ولا بيعمل. فحاول تعمل ده بنفسك، يعني هيكون مفيد جدا ان انت تعمل ده. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل فيديو عن عزل مواسير التكييف، وهنشوف هل ده مفيد او لا، والغاء السخن وهنشوف ده مفيد او لا. فانتظرونا ان شاء الله الفتره الجايه. من الحاجات بقى اللي انا مش هنسى باستمرار ان شاء الله ان انا افكركم بيها، اخواننا بيتعرضوا الفتره دي لمجاعه حقيقيه، بيتعرضوا لظروف قاسيه جدا جدا وصعبه جدا. النور لما قطع علينا يومين ثلاثه كنا في ماساه حقيقيه، وكان فعلا الوضع صعب والناس كانت بتعاني لان درجه الحراره مرتفعه. تخيل ان انت امن قاعد في بيتك، ومع ذلك من ساعتين ثلاثه انقطع تيار كهربائي، كان الموضوع صعب. تخيل بقى اللي قاعد في ظروف انسانيه مستحيله، لا اكل ولا شرب ولا سكن ولا سقف يحميه، في ظروف عامله ازاي. فحط نفسك مكانه، لان ده اخوك مسلم واحد بالله زيك، اخوك في الانسانيه بشكل عام. ما انتش احسن منه في حاجه، هو مش اقل منك في حاجه. اللي عنده وارد يحصل لك في اي وقت من الاوقات. ربنا بيقول وتلك الايام نداولها بين الناس، يوم ليك ويوم عليك، فمحدش عارف بكره هيبقى فيه ايه. فمحتاج ان انت تحس بيه. والله العظيم اقسم بالله لمجرد الواحد ما بيفكر فيهم والله الحزن بيعتصر قلبه. والاخطر انك هتسال عليه، يعني إن ربنا هيسالك عنه عملت له ايه. فحاول تحضر لنفسك جواب، حاول تعلم ولادك عن الموضوع، حاول تتكلم عنهم، حاول انك تفهم ولادك الموضوع علشان ما يتلخبطوش، ما يبقاش الظالم يبقى مظلوم في يوم من الايام، ما يبقاش المظلوم بيهاجموه كانه ظالم. فده اقل ما يمكنك عمله. الحاجه الثانيه، الحاجات اللي تنفع اولاد الذين دول بيهم امنعها، امنع فلوسك عنهم. ده علشان بس تعرف ترد عن نفسك. ما يفرقش معاك ده تاثيره كبير ولا صغير، ده ما يخصكش انت، يخصك نفسك بس، يخصك انك تعرف تجاوب عن نفسك لما تتسال. ربنا يا رب يعفو عنا وعنهم ويرحمهم، نكثف لهم الدعاء. نعرف ولادنا، خلي المستقبل على الاقل يكون لاولادهم احسن، عن طريق ان انت تعرف ولادك الموضوع، فالموضوع ينتشر. وعاوز اقول لك ان الموضوع ابتدى ينتشر فعلا والناس بقت عارفه قضيتهم. مفيش كلام يوصف الوضع.